السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نجرب نعمل احلى مهلبية قمر الدين. بجد سهلة جدا، خطواتها بسيطة، مش هتاخد منك 10 دقايق وهتعملي مهلبية قوام وطعم لذيذ جدا. بجد شايفين الشكل خطير؟ فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. نقعت لفة قمر الدين في 3 اكواب من المية لمدة ساعة، بيكون وزنها حوالي 400 جرام. وبعد كده برفعها على نار هادية مع التقليب المستمر، وهتفضلي تقلبي بالشكل ده لحد ما قمر الدين يدوب تماما ويبقى بالشكل ده. بالمضرب اليدوي او بالمعلقة تتأكدي ان قمر الدين داب تماما. وبعد كده هتنزلي بحوالي نص كوب من السكر، والسكر حسب الرغبة. هتدوبي السكر كويس جدا مع قمر الدين. هحتاج حوالي 4 معالق كبار من النشا، وهنزل عليهم بكوب من المية عادية خالص من الحنفية. هتدوبي النشا مع المية كويس جدا بالشكل ده، ونزلت بيهم على قمر الدين مع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل معايا ويكون بالشكل ده. شايفين القوام؟ هو ده القوام المظبوط. هتبتدي تنزلي بيهم في اطباق او بولات التقديم. عايزه اوريكي الحله ما لزقش فيها اي حاجه خالص، والقوام كريمي خالص، وده بسبب التقليب المستمر وانت شغاله. هتسيبيه لحد ما يبرد خالص، وضيفي الاضافات اللي بتحبيها. اي اضافه طبعا هتفرق في الطعم. ضيفي جوز هند، زبيب، مكسرات، اي حاجه متاحه عندك. مهلبية قمر الدين طالعة مظبوطة جدا. القوام حتى بعد ما بتسيبيها في التلاجة بيفضل كريمي كده، بجد خطير. والطعم منها رهيب، يعني باكل منها المعلقة وبنسى كل حاجة. لكل محبي مهلبية قمر الدين انصحكم ان انتوا تجربوا الطريقة دي، هتعشقوها اكتر واكتر. هسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.